يا مساء الفل والجمال على أقوى وأجمل جمهور سينما في الوطن العربي. جاهزين للفلوس والصدمات والشقلبة التاريخية؟ معانا فيلم ميزانيته يا دوبك 1 مليون دولار وبيعمل معجزة تاريخية، وفي نفس الوقت بطلة دي سي الخارقة الجديدة نازلة هبوط اضطراري وبتلبس في حيطة الخسائر بالمليارات. مش بس كده، بلدوزر الأنيميشن الأضخم في السنة اتزاح من على العصر، والملوك الصفر رجعوا علشان يسيطروا على القمة من أول أسبوع. اربطوا الأحزمة وجهزوا الفشار، ويلا بينا نفتح الخزن ونبدأ طحن من المركز العاشر. وهنبدأ قائمتنا بالمركز العاشر بفيلم الكوميدي الدرامي ذا انفايت، واللي في أسبوعه التاني الفيلم عمل ريمونتادا أسطورية وقفز من المركز ال 17 للتوب 10، ولما الأسبوع ده إيرادات وصلت 800 ألف دولار. الفيلم متكلف 15 مليون دولار، وإجمالي إيراداته حوالين العالم بعد أسبوعين عرض وصلت لمليون و369 ألف دولار. الفيلم من توزيع استوديو A24، والنوعية دي بتعتمد على النفس الطويل والانتشار التدريجي في الصالات. قصة الفيلم بتدور حوالين زوجين حياتهم وعلاقتهم بقت على كف عفريت وبيتخانقوا على التفاهة والفرغة، وفي ليلة بيقرروا يعزموا جيرانهم اللي ساكنين فوقيهم على العشاء. بس السهرة دي بتتحول لدوامة مرعبة من الإحراج والتوتر لما الجيران بيعرضوا عليهم اقتراحات غريبة وصادمة تخص علاقتهم، علشان بعد كده تبدأ كل الأسرار والمشاكل المدفونة تطلع للعلن. تقييم الفيلم واقف عند 7.8 من عشرة. النقاد والجمهور مبهورين بالفيلم وشايفين إن المخرجة أوليفيا وايلد قدمت جرعة كوميديا سودا ذكية ومحبوكة جدا جوه مكان واحد، والتشريح النفسي للعلاقات الزوجية مع الكيمياء الرهيبة اللي ما بين سيت روجن وبيليو بكروز هو اللي خلق حالة التشويق دي وخلى الجمهور يتكلم عن الفيلم. وجه في المركز التاسع فيلم المحاكاة الساخرة سكريم موفي. الفيلم بدأ رتمه يهدى، وطبعا ده بعد فترة صمود طويلة، ولم الأسبوع ده إيرادات مليون و130 ألف دولار. ميزانية الفيلم كبيرة بالنسبة لفيلم كوميدي ووصلت ل 80 مليون دولار، وإجمالي إيرادات الفيلم حوالين العالم فجرت كل التوقعات ووصلت ل 223 مليون و700 ألف دولار. الفيلم كده جاب ميزانيته تقريبا 3 مرات وزيادة. تقييم الفيلم واقف عند 5.3 من عشرة. التقييم ده بيعكس الفجوة المعتادة. النقاد شايفين إن الفيلم تهريج وما فيهوش أي قيمة فنية، بس الجمهور اللي داخل يفصل دماغه ويضحك مش فارق معاه كلام النقاد، وال 223 مليون دول هم الرد الحقيقي في شباك التذاكر. وفي المركز الثامن جه فيلم شلة المقالب الأيقونية جاك آس، واللي في أسبوعه التاني الفيلم تراجع تحت ضغط الأفلام الجديدة ولم الأسبوع ده 2 مليون و700 ألف دولار. ميزانية الفيلم مفيش معلومة واضحة عنها كالعادة، بس مع قفزة الإيرادات الإجمالية حوالين العالم واللي وصلت ل 19 مليون و270 ألف دولار فالفيلم كده في المضمون رسمي. تقييم الفيلم نزل حاجة بسيطة جدا وواقف عند 6.8 من عشرة. الجمهور الوافي للسلسلة لسه بيدخل علشان يودع الشلة، والنقاد شايفين إنه بيقدم جرعة ضحك خام وتجربة خفيفة تليق بتاريخهم من غير أي تعقيد في الحبكة. أما المركز السابع صمود أسطوري الفيلم باك رومز، واللي في أسبوعه السادس الفيلم تراجع مركز واحد بس عن الأسبوع اللي فات ولم الأسبوع ده 3 مليون و308 ألف دولار. الفيلم متكلف 10 مليون دولار بس، وتخيل بعد 6 أسابيع طحن إجمالي إيراداته حوالين العالم فجرت شباك التذاكر ووصلت ل 349 مليون و792 ألف دولار. الفيلم كده جايب ميزانيته تقريبا 35 مرة وزيادة، وده رسميا واحد من أنجح صفقات الرعب في السنين الأخيرة. تقييم الفيلم صامد وبقوة عند 7 من عشرة. الرقم ده لفيلم رعب في أسبوعه السادس بيأكد إننا قدام تجربة سينمائية فريدة من نوعها. الاعتماد على رعب الأجواء والغموض ومحاكاة فيديوهات الفاوند فودج الذكية على الإنترنت هو اللي جذب جيل الشباب للسينمات وخلاهم مكملين قطع تذاكر. أما المركز السادس فجه ظاهرة السنة وكل سنة فيلم أوبسيشن، واللي في أسبوعه الثامن حقق إيرادات وصلت ل 5 مليون و300 ألف دولار. امسك أعصابك علشان الأرقام دي مش بنشوفها كل يوم. الفيلم متكلف من 750 ألف لمليون دولار بس، وتخيل بعد شهرين عرض إجمالي إيراداته العالمية تخطت المستحيل ووصلت ل 403 مليون و89 ألف دولار. الفيلم جاب ميزانيته أكتر من 400 مرة وزيادة. دي أرباح خيالية وصافية مفيش أي استوديو على الكوكب يحلم بربعها من فيلم بالميزانية دي. تقييم الفيلم ثابت وصامت عند 8 من عشرة. الرقم ده في أسبوعه الثامن إعجاز حقيقي لأفلام الرعب.
النقاد والجمهور متفقين إن السيناريو العبقري والتمثيل والأداء النفسي المرعب والاعتماد على رعب العقل بدل البهرجة الرخيصة هو اللي خلق الظاهرة دي وخلى الفيلم مكمل حال بملايين. وجه في المركز الخامس فيلم الغموض والخيال العلمي ديسكلوجر داي، واللي في أسبوعه الرابع الفيلم لسه محتفظ بشعبية محترمة في الصالات، ولم الأسبوع ده إيرادات 6 مليون دولار. الفيلم متكلف 115 مليون دولار، وحقق إجمالي إيرادات عالمية 216 مليون و557 ألف دولار. الفيلم كده عدى حاجة اسمها نقطة التعادل، وجاب ميزانيته مرتين وزيادة. تقييم الفيلم ثابت عند 6.7 من 10. التقييم ده بيعكس إن الفيلم تجاري بالدرجة الأولى، والجمهور داخل يستمتع بالبهرجة البصرية والإخراج المتمكن والتشويق اللي بيشد الأعصاب. وبرغم إن النقاد عندهم بعض التحفظات على السيناريو، إلا إن أرقام شباك التذاكر هي الرد الحاسم. وفي المركز الرابع معانا بطلة دي سي الجديدة في أسبوعها التاني. الفيلم تراجع مركزين كاملين تحت ضغط التقييمات وقوة المنافسة، ولم الأسبوع ده إيرادات 9 مليون و600 ألف دولار. ميزانية الفيلم ضخمة جدا ومن الوزن التقيل، ومتكلف 175 مليون دولار، ده من غير مصاريف الدعاية والتسويق. وإجمالي إيراداته حوالين العالم يدوبك بالعافية وصلت ل 100 مليون و500 ألف دولار. الرقم ده بيدل إن الفيلم لسه بعيد تماما عن تغطية ميزانيته، وداخل في حيرة الخسائر الفادحة لو الأرقام فضلت تنزل بالمنظر ده في الأسابيع اللي جاية. تقييم الفيلم 6.1 من 10. الرقم ده لفيلم بطل خارق بالميزانية دي يعتبر ضربة قاضية. الجمهور والنقاد شايفين إن الفيلم وقع في فخ التكرار والمؤثرات البصرية الضعيفة، وكلام الجمهور السلبي هو اللي عمل الهبوط الحاد ده في أسبوعه التاني. أما المركز الثالث معانا قنبلة الأسبوع الجديدة، الفيلم الملحمي يانج واشنطن، واللي في أسبوعه الأول من العرض الفيلم نزل سخن جدا وقدر يفرم أفلام تانية بقالها أسابيع، ولم الأسبوع ده إيرادات 20 مليون و847 ألف دولار. الفيلم متكلف 20 مليون دولار بس، وإجمالي إيراداته حوالين العالم 20 مليون و847 ألف دولار. الفيلم كده يعتبر غطى تكلفة إنتاجه من أول أسبوع. الفيلم بياخدنا في رحلة أكشن ومغامرات تاريخية مشحونة بالإثارة، وبيركز على السيرة الذاتية للسنين الأولى من حياة جورج واشنطن، وده قبل ما يبقى أول رئيس لأمريكا، وتحديدا لما كان ضابط شاب وصغير في السن بيخوض معارك وحروب طاحنة زي الحرب الفرنسية والهندية. وبنشوف ازاي الصعاب والمواجهات العسكرية دي شكلت شخصيته القيادية والذكية وسط النيران. الفيلم حصل على تقييم ممتاز في أول أسبوع، وواقف عند 7.3 من 10. النقاد والجمهور مبهورين بجرعات الأكشن والواقعية الفائقة في معارك الحرب، والسيناريو اللي بعد تماما عن الملل التاريخي وقدم قصة بتمس المشاهد. وفي المركز الثاني معانا عملاق الأنيميشن توي ستوري 5، واللي في أسبوعه الثالث الفيلم نزل خطوة واحدة بس تحت ضغط الوافد الجديد اللي سرق الصدارة، ولم الأسبوع ده إيرادات 31 مليون دولار. ميزانية الفيلم مرعبة وضخمة جدا، ومتكلف 250 مليون دولار. بس امسك أعصابك علشان إجمالي إيراداته العالمية بعد 3 أسابيع عرض دمرت شباك التذاكر، ووصلت ل 764 مليون و348 ألف دولار. الفيلم كده عدى ميزانيته ب3 مرات وزيادة، ودخل رسميا في صافي الأرباح المليونية. تقييم الفيلم ممتاز وصامت عند 7.6 من 10. النقاد والجمهور مجمعين إن بيكسار قدرت تقدم مبرر قوي لإنتاج جزء خامس. الفيلم طالع مشحون بالمشاعر ومؤثر جدا، وبيلعب على النوستالجيا مع تقديم رسالة ذكية عن جيل التكنولوجيا، والجودة البصرية والسيناريو المحبوك هم اللي مخلينه مكمل فرم أرقام بالمنظر ده. وفي المركز الأول معانا المتصدر الجديد والبلدوزر الحقيقي الأسبوع ده، فيلم الأنيميشن والمغامرات مينيونز أند مونسترز، واللي في أسبوعه الأول من العرض الفيلم نزل زي الإعصار وقدر يعمل المعجزة ويزيح توي ستوري 5 من على العرش، ولم الأسبوع ده إيرادات 36 مليون و400 ألف دولار. ميزانية الفيلم تعتبر ذكية واقتصادية جدا مقارنة بميزانية بيكسار. الفيلم متكلف 85 مليون دولار، وتخيل المفاجأة، إجمالي إيراداته حوالين العالم من أول كام يوم عرض انفجرت ووصلت ل 159 مليون و870 ألف دولار. الفيلم كده جاب ميزانيته مرتين وزيادة في أول أسبوع. الفيلم حصل على تقييم 6.6 من 10. التقييم ده بيعكس الخلطة التجارية الناجحة للسلسلة. النقاد ممكن يشوفوا إن الفكرة بتتكرر، بس العائلات والأطفال والجمهور اللي داخلين يضحكوا ويفصلوا دماغهم هم اللي قلبوا الصالات، وال 159 مليون دولار في أول أسبوع هم الرد القاتل في شباك التذاكر.
وبكده يا وحوش نكون وصلنا لنهاية جولتنا المجنونة في بوكس أوفيس الأسبوع ده. أسبوع أثبت لنا بالدليل القاطع إن السينما مش بس ميزانيات بالمليارات، الفكرة الذكية والقصة اللي بتلمس الناس هما اللي بيكسبوا الرهان في الآخر، وفيلم أوبسيشن أكبر دليل. وقبل ما تقفلوا الفيديو يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتس، تفتكروا الملوك الصفر هيقدروا يحافظوا على الصدارة الأسبوع الجاي، ولا توي ستوري 5 هيرجع يفرتك الترتيب من جديد؟ وطبعا لو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش تضربوا اللايك المتين وشير للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم ترتيب شباك التذاكر أول بأول. واشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية.